بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويتوخى هذا المشروع أيضا تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام للتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين. وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2-23-781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كل من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. وتجسيدا لهذه التوجهات تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإلغاء الأنظمة ال12 التي كانت تسري عليهم من قبل. وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر، التي عقدت 6 اجتماعات مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها 24 اجتماعا. تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023 يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساسي والمستمر وتتمين الاستحقاق، كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية. بدو في الأسئلة. تفضل سيدي. تحية طيبة. محمد فرنان كالكال. السيد الوزير شاكب بن موسى، تفاعلت وزارة التربية الوطنية بسرعة مع فيديو يتحدث عن ظروف الإيواء التلاميذ المتضررين من الزلزال بمراكش، تلتها زيارة ميدانية للسيد الوزير إلى المناطق المتضررة خصوصا المدارس. هل يمكن أن يعطينا عن خطوات التي قامت بها الوزارة بهذا الخصوص وما رآه في الميدان؟ وشكرا. زلزال الحوز. مرحبا سيد الوزير. سؤالي كذلك موجه للسيد وزير التربية الوطنية. تقريبا في نفس السياق، كيف دبرت وزارة التربية الوطنية أزمة الزلزال في الشق المتعلق بالمدارس وإيواء التلاميذ؟ كما سبق ذكره كانت هناك بعض البنايات المدارس الداخلية غير مناسبة للإيواء وما تحركت الوزارة لتصحيحه. إذن في نفس السياق، ما هي خطة الوزارة فيما يتعلق بإعادة توزيع التلاميذ والأساتذة المتضررين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال السيد شاكب بن موسى حول التعاقد. كنتم ذكرتم السيد الوزير في مجلس المستشارين أن نظام التعاقد قد انتهى، فهل وضعت الوزارة يعني صيغة جديدة للتوظيف في قطاع التعليم؟ وشكرا. شكرا. مرحبا سيد الوزير، عندي سؤال فيه طلب رقمين متعلق أيضا هو بالزلزال. كم عدد المساجد التي انهارت جزئيا أو كليا لحد الآن؟ ورقم حول المآثر التاريخية اللي تضررت في الأقاليم التي شهدت الزلزال. شكرا جزيلا. مرحبا سيد الوزير، سؤالي أيضا في إطار زلزال المتضرر. شكرا. مساء الخير سيدين الوزيرين. أمير المؤمنين الملك محمد السادس وجه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة فيما يتعلق بالشروع في تعديل مدونة الأسرة. هل ناقش المجلس الحكومي المنعقد اليوم هذا الموضوع؟ وما خطة الحكومة
يعني لهذه المراجعة، لا سيما أن الملك أمهل الحكومة 6 أشهر لرفع مقترحاتها بهذا الخصوص. سؤال السيد الوزير التربية الوطنية يتعلق بالنظام الأساسي. وجهت له انتقادات السيد الوزير أنه منصف ويكرس التمييز داخل القطاع، وأنه أيضا تجاهل زيادة في أجور الأساتذة التي وعدت بها الحكومة 2500 درهم، في مقابل ذلك أثقل كاهل أسرة التدريس بمهام جديدة. كيف تردون على ذلك سيد الوزير؟ شكرا. مرحبا سيدنا الوزير، عندي سؤال بخصوص برنامج فرصة. أثيرت مخاوف مع هذا الطريق الجديد ديال زلزال الحوس بخصوص استمرار في تمويل الملفات المتقدمين للاستفادة من البرنامج من عدمها. إلا كانت توضيحات في هذا الإطار هذا، شكرا. اوكي. السلام عليكم. رشيد موليد، استعمار المغرب العربي. سيد الوزير، بخصوص الوكاله اللي تنشات لتدبير الزلزال، يعني شنو اللي نشاتها الحكومه، شنو هو الدور ديالها؟ الله يخليك. سيد الوزير تفضل. شكرا على هذه الأسئلة. أولا فيما يخص زلزال الحوس، يمكن نعطيكم بعض الأرقام. هناك تقريبا 1000 هناك تقريبا 1050 مؤسسة تعليمية اللي هي كانت زعما كاين تقاصت متضررة، تقريبا 61 اللي هي منهارة، والباقي في الحقيقة فيه شقوق اللي تجعل بعض المؤسسات غير قابلة للاستعمال بصفة كاملة. البعض منها يمكن يستعمل جزئيا، والبعض منه يمكن يستعمل. وهناك واحد العدد ديال الفرق اللي خرجت إلى الميدان بمختصين في البناء باش يتم افتحاص هذا سميتو، باش نحافظوا على السلامة ديال التلاميذ. عدد التلاميذ اللي هما معنيين تقريبا 60,000. غير باش يكون عندنا واحد الصورة، في هذه المناطق اللي هي كنا نعتبروها منكوبة، تقريبا كاين 650,000 ديال التلاميذ اللي هما في المدرسة العمومية. ومن طبيعة الحال أكثرية ديال المؤسسات استأنفت مباشرة الدراسة داخل هاد اللي هي ما كانتش معنية بأثار الزلزال. تبقى تقريبا 61,000 اللي هي من التلاميذ اللي هي كانت معنية مباشرة. في هاد 60,000 حاولنا أولا نشوفوا كيفاش باش هاد التلاميذ ما تضيع لهمش سنة، وباش يستأنفوا الدراسة ديالهم في أحسن الظروف وأقرب وقت. احنا اعتبرنا بأن هناك تلاميذ اللي هما في الإعدادي وفي الثانوي، تقريبا العدد ديالهم 9000. حاولنا كل ما يمكن، لأن المؤسسات ديالهم ما كانتش صالحة باش يمكن يستمروا في الدراسة، يستأنفوا الدراسة فيها. حاولنا كل ما يمكن نحولهم المؤسسات اللي هي قريبة لهم، وبعض الأحيان احتاجنا باش يكون الإيواء ديالهم في داخليات، والوزارة خلقت منح خاصة لهذ التلاميذ باش يتم يمكن لهم يكون الإيواء ديالهم في هذه الداخليات. من طبيعة الحال تكلموا على تقريبا 9000 ديال التلاميذ ديال الإعدادي والثانوي اللي تم التحويل ديالهم هذا بالموافقة مكتوبة ديال الأسر وديال الآباء، وانتم عارفين الظروف النفسية ديال هاد التلاميذ، ولهذا كان من الضروري أيضا تكون واحد المواكبة نفسية لهاد التلاميذ، وأيضا مراجعة الظروف ديال الاستقبال.
هذه العمليه تمت في واحد الظروف اللي هي زعما كاين قصيره ديال الوقت. هناك بعض الاحيان ما كانت تمت العمليه في ظروف اللي هي حسنه، بعض الاحيان كان فيه نقص في زعما كاين ظروف في الاستقبال، وهذا اللي صححنا البعض منه. كل ما تنتوصلوا بمعلومات بان فيما يخص التلاميذ ديال الابتدائي كاين تقريبا واحد 50,000 اللي حاولنا كل ما يمكن نوفروا ظروف الاستقبال ديالهم محليا، لان التلاميذ اللي هما صعيب باش يتم التحويل ديالهم محليا. هاد ظروف الاستقبال احنا بدينا بواحد، لان بغينا نستأنفوا الدراسه في اقرب وقت، بدينا بالوسائل اللي هي كانت متوفره، خيام، بعض الاحيان خيام اللي ساعدت باش استئناف الدراسه. ولكن الان احنا تنشتغلوا باش نعاودوا داك الخيام اما دي موديول اللي يمكن يكونوا صالحين لاستقبال هاد التلاميذ خلال هذه الفتره اللي هي جايه اللي غتكون فتره ديال البرد وديال الشتاء. وبعض المناطق اللي ما يمكنش يوصلوا هاد لي موديول لان مسالك او بعض الاحيان حتى المسالك ما كايناش، بعض المناطق احنا تنحاولوا نوفروا خيام اللي هي متلائمه مع هاد الظروف. من طبيعه الحال مواكبه نفسيه، من طبيعه الحال حتى الجانب البيداغوجي تنشتغلوا عليه باش تتم مراجعه ديال الجانب البيداغوجي، ومراجعه ايضا ديال المواكبه بالانشطه الموازيه، فيها العاب، فيها رياضه، فيها. احنا واعيين بان اعاده البناء وهذا البرنامج الحكومي، هذه الوكاله اللي هي عاد تخلقات اليوم غتساعدنا باش هذه اعاده البناء ديال هذه المؤسسات يمكن له يتم في بعض الشهور. احنا الهدف ديالنا هو قبل الموسم الدراسي المقبل نكونوا هذه العمليه ديال اعاده البناء تكون انتهت. وهذا ما تعنيش غنعينوا حتى الاوت باش ولا حتى الجويه باش احنا في الطريق. زعما كاين كل البناءات اللي وجدت غادي يتم تحويل التلاميذ باش يرجعوا للمدارس اللي هي المدارس مبنيه حسب الخصوصيات ديال المنطقه، واللي هي مواصفات ايضا ضد الزلازل، تنحاولوا كل ما يمكن باش يكون المواصفات ديال هذه اعاده البناء تكون الظروف احسن من الظروف اللي كانت من قبل. اذا هادو بعض العمليات اللي هي الان جاريه، ومازال التعبئه شامله باش نوفروا هذه الظروف على الامد القصير، تحسين ظروف الاستقبال، وعلى الامد بعد شهور اعاده البناء. هناك برنامج ثالث اللي هو برنامج ديال التنميه ديال المنطقه، واللي حتى هو بدينا نشتغلوا عليه بتعليمات من تطبيقا في الحق التعليمات ديال جلاله الملك الله ينصرو، واللي هذا ايضا خصنا تنهيئوا له الان البرمجه ونهيئوا له الظروف باش يمكن تنطلق هذه العمليه. بغيت نرجع الان النظام الاساسي. هذه واحد العمليه لازم نوضعوها في واحد النساق اللي هو عام، اللي هو اصلاح المنظومه التربويه، استرجاع الهبه ديال المدرسه العموميه والثقه ديال المواطنين. وإلا بغينا نمشيو هذا الاتجاه تعني واحد نظرا لأن أساتذة هما الفاعلين أساسيين في تحقيق هذا التحول المدرسة العمومية داخل الأقسام. كان وهذا خريطة الطريق والبرنامج الحكومي تأكد على هذه النقطة. كان من الضروري أولا ضمان إنصاف هاد رجال ونساء التعليم، تعزيز الجاذبية ديال مهنة
التدريس، تكييف النظام الاساسي باش يرجع ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيات ديال هذه المهنه، ماشي هو نظام اساسي ماشي كباقي الوظيفه العموميه. في الحقيقه كانت مناسبه ايضا باش بعض الوضعيات اللي يمكن ما كانش فيها كان فيها تفاوتات ما بين هيئات، منها موضوع ديال المتعاقدين، نحلوا هاد المشاكل. وإحنا اشتغلنا بصفة منتظمة مع الشركاء الاجتماعيين. السيد ناطق باسم الحكومة تكلم على تقريبا 30 اجتماع اللي تمت خلال هذه الفترة منذ بداية يناير. يمكن لي نقول لكم هذه مناسبة باش نوه دابا الفرقاء الاجتماعيين وبالحركة النقابية اللي مثلت واللي واكبت هذه العملية. يمكن لي نقول لكم بأن النقاش كان نقاش حاد في واحد العدد ديال المواضيع، ويمكن كان الوزارة هيئت واحد المشروع لوحدها، النتيجة ما تكونش هذه النتيجة. إذا المساهمة ديال هاد تنقولوا البناء المشترك راه بناء مشترك، لأن في الحقيقة واحد العدد النقاط درجت نظرا اللي دافعوا عليها النقابات، وكان عندهم زعما كان قنعت بأن راه ضرورية، راه ما صلحناهاش هذا في الحقيقة تيساعدش باش نخلقوا هذا الجو اللي بغينا، باش واحد المسار المهني ديال رجال ونساء التعليم يكون واحد المسار اللي هو مبني على الثقة ومبني على أسس اللي هي صحيحة. بغيت غير نرجع لبعض النقاط لأن أنتم أولا توحيد. دابا هذا النظام الأساسي تتكلم على موظفين ديال الوزارة ديال التربية الوطنية وديال التعليم. هذا الموضوع ديال المتعاقدين ما بقاش، زولنا عندهم نظام أساسي واحد. هذا النظام الأساسي تابع القانون ديال الوظيفة العمومية وتيطبق بنفس الحقوق بنفس الواجبات على كل الموظفين ديال الوزارة، نفس الحقوق نفس الواجبات، الحركة الانتقالية، الامتحانات، المسار المهني، نفس الحقوق ونفس الواجبات. أنا بغيت نأكد على هذه النقطة. في نفس الوقت تحافظ على التوظيف الجهوي، وهذا توجه ديال الدولة باش مشينا في الجهوية، ولكن هذا التوظيف الجهوي بنفس الحقوق بنفس الواجبات، نفس النظام الأساسي اللي تيطبق على الجميع، كلهم تيتخلصوا من التريزور من التي جي ار. باش نوضح هذه النقطة، لأن هناك كان بعض الأحيان تيكون نقاش حول هذه النقاط. أنا يمكن غيكون عندنا مناسبة باش نرجعوا، لأن في الحق هذا النظام الأساسي راه مراجعة تعطي واحد المسار مهني اللي فيه واحد الانسجام فيه. نعطيكم غير سميتو. كان قبل عندنا 6 ديال الهيئات، اليوم رجعنا عندنا 3 ديال الهيئات. علاش نقصنا من عدد الهيئات؟ باش ما بقاوش داك الفئويه، كل واحد تيعتبر بان عنده وتيخلق زنزانه وتيخلق. حنا بغينا يكون واحد الانسجام، ويكون المسار ديال كل رجال ونساء التعليم واحد المسار اللي هو واضح، فيه عندهم حقوق، عندهم التزامات ايضا وواجبات، ولكن واضح للجميع وتيطبق بالانصاف. وهذا الاتجاه اللي مشينا فيه. وباش يمكن الواحد يغير الهيئة، ولكن هناك امتحان وهناك تكوين
اللي تيساعد باش يمكننا نغيروا لا الاطار ولا نغيروا الهيئه. هذا تيتيح واحد المجال للرجال ونساء التعليم. هاد جاء ايضا بواحد تحفيز استثنائي، تحفيز اللي مرتبط خلق إحداث واحد الأوغيشيل، درجة ممتازة. هاد الدرجة الممتازة ثلثين ديال الأطر ديال الوزارة يمكن لهم يستافدوا من هاد الدرجة الممتازة من بعد 15 عام 20 عام ديال المهنة، ثلثين. إذا تنقول أنا الجاذبية راه هذه هي الجاذبية ديال المهنة. غير باش نعطيكم واحد الفكرة، هاد الدرجة الممتازة ملي تيدوز الواحد من الإشيل 11 للدرجة الممتازة، الصالير ديالو تيتزاد فيه 5000 درهم بروت خام، تقريبا 2500 درهم بروت نت. هذا تنقولوا التحفيز ايضا في اطار واحد المؤسسات اللي هي عندها واحد الاشاره، واحد الاشاره لابيليزاسيون ديالها، اعتماد او لا لابيليزاسيون ديال الجوده. منها هاد المؤسسات ديال الرياده اللي بدينا فيها، الطاقم التربوي ديالو غادي يستافد سنويا بواحد 10,000 درهم نت، اي تقريبا هذاك الاستاذ اللي عاد بدا يشتغل، عاد بدا في المسار ديالو المهني، شهرين لما كان غادي تعطاه شهرين اضافيه ملي تيكون داخل في هذا الطاقم. هذاك اللي هو يمكن عنده اقدميه اكثر راه تقريبا شهر اللي غاد تزاد له، بحال عطينا 13 موا وبور سيغتان عطينا 14 موا. هذا تحفيز فيه مقابل هو جوده ديال إشارة الجودة، لا لابيليزاسيون ديال هذه المؤسسات. وحنا انطلقنا اليوم عندنا 630 مؤسسة اللي هي سميتو، والهدف ديالنا هو نزيدوا 2000 مؤسسة كل سنة اللي غادية في هذا الاتجاه. يمكن نعطيكم شي فكرة على الغلاف المالي، لأن مزيان نذكروا على هذا الشيء، ولكن غير باش نذكر بالمجهودات اللي هي وراء هذا النظام الأساسي. بلا ما نحسب الترقية العادية ديال اللي تتم سنويا واللي تتمثل تقريبا 2 إلى 3% من لا ماس سالاريال. هذه العادية اللي هي مكسب في الحقيقة، ماشي جديدة. إلا حسبت غير النقاط اللي جات في النظام الأساسي الجديد اللي هي جديدة من دابا 4 سنين، الكلفة تقريبا 9 المليار ديال الدرهم إضافية في العمل السالاريال، تقريبا 2 مليار ونص إضافية كل سنة. السنة المقبلة الكلفة 2 مليار و300 مليون درهم ديال هذا النظام الأساسي اللي حنا تناقشوه، اللي تمت المصادقة عليه اليوم في مجلس حكومي. في هذه الظروف اللي انتم تتعرفوها، هذا مجهود استثنائي لمواكبة الإصلاح. هذا تنعتبره استثمار باش هذا الإصلاح يغير ويحول هذه المدرسة العمومية. والحمد لله كاين رجال ونساء التعليم منخرطين، انا تنشوفهم لا في هذا المشروع ديال المدارس الرياده اللي دابا الان دينا انطلقت،
ولا تمشي لراس الجبل شفتهم في ظروف اللي هي صعبه، وهنا لازم ننوه بالعمل تيقوموا به في ذاك الظروف. لكن في الحقيقه هذه دعم باش هذا الاصلاح يوصل الاثر ديالو على التلاميذ، وهذا هو اللي تنعتبروه اساسي، لانه غادي يساعد باش نردوا هذه الهيبه وهذه الثقه في المدرسه العموميه. انا باش يمكن غير باش نختم نعطي 3 أو 4 ديال النقاط باش يعطيكم فكره. دابا هذا النظام الاساسي اللي غادي يطبق على جميع الموظفين، ذاك الموظفين اللي كانوا تابعين الانظمه الاساسيه ديال الاكاديميات، والعدد ديالهم 140,000. هاد الاساسده يمكن لهم اولا يتم الترسيم ديالهم في هذا النظام الاساسي الجديد، ويتم الترقيه ديالهم، لان البعض منهم راه تم التوظيف ديالو في 2016، هذه 7 سنين. دونك عندهم الترقيه، ما كانش عندهم الترقيه لان ما كانش الترسيم ديالهم تم انذاك. دابا اليوم يمكن يتم هذه الترقيه ديالهم. دونك عندنا تقريبا 140,000 اللي هي معنيه. هاد فتح السلام الدرجه الممتازه غادي يستافدوا منها 80,000 ديال الاساتذه في افق 4 سنين، افق 2027. هاد السنه غادي يستافدوا منها 2023 الاساتذه اللي هما عندهم تقاعد هاد السنه تقريبا واحد 4,000، والسنه المقبله كاين واحد 27,000، على حسب النص، على حسب القوانين اللي هي كاينه فيما يخص الترقيه. بقينا في نفس القوانين، ما درجناش شي قوانين جديده. هاد العمليه اللي قلنا ديال التحفيز ديال زعما كاين بعلاقه مع هاد لا لابيليزاسيون، مع الجوده ديال المؤسسات. هاد العام عندنا 630 مؤسسه، 12,000 ديال الاطر التربويه والاطر الاداريه، من كل زعما كاين الفئات غتستافد من هاد 10,000 درهم السنويه اللي دارت. السنه المقبله عندنا 77,000 اللي غتزاد، داك 2000 مدرسه او مؤسسه، وحنا زايدين. وفوق الا خديت انا وفوق غير 2026 غنكون وصلنا ل 220,000 اللي استافدت، تقريبا 70,000 غتزاد كل سنه. هذا اضافه الى حسنا التعويضات ديال بعض الفئات. وكاين بعض الفئات اللي تزاد لها من 600 درهم حتى 1300 درهم. هادو كلهم كانوا الفئات كانت إشارة إليها في الاتفاق اللي تم 14 يناير ديال هاد السنة. إذا يمكن لي نقول لكم بأن تنزيل هذا الاتفاق راه من خلال هذا النظام الأساسي راه تم. ولازم غير واحد النقطة نشير لها، هذا النظام الأساسي هو مركزي في التنزيل، ولكن هناك ثلاثة ديال المراسم اللي عاد غتجي. هناك تقريبا 20 ديال القرارات اللي عاد غتجي، واللي غتدخل وغتدقق واحد العدد ديال النقط. ومن طبيعة الحال احنا خدينا الالتزام مع النقابات باش هاد المراسم اللي عاد غتجي وباش هاد القرارات حتى هي نمشيو بنفس المنهجية، إشراك النقابات أكثر تمثيلية في هذه العملية، لأن نعتبر بأن هذا
تساعدنا حتى باش نحسنوا الجوده ديال هذه النصوص وتطلع هذه النصوص في التنزيل ديالها وفي التطبيق ديالها تكون عندها واحد زعما تنسهلوا هاد العمليه. انا يمكن نكتفي بهاد النقاط، غير اللي بغيت ناكد عليه مره اخرى. في الحقيقه هذا النظام الاساسي ما مس اي مكتسب وجاب. انا عطيت امثله ديال المجهود اللي دار باش نحاولوا نخلقوا الجو المناسب، نحافظوا نضمنوا الزمن المدرسي بالنسبه للتلاميذ ديالنا، نحسنوا الجوده والاثار على التلاميذ، ونردوا الهبه والثقه في المدرسه العموميه. ونظن هادو اهداف اللي هي مشتركه مع كاين كل الاطراف اللي هي يمكن تكون معنيه، واللي في الحقيقه احنا هذا هو الهدف ديالنا الوحيد، هو التنزيل السليم لهذا النظام الاساسي باش نوصلوا لهذه الاهداف ديال الاصلاح. شكرا. شكرا السيد الوزير على المشاركه والمساهمه وعلى الاجوبه. طبعا تبقى الاجوبه ذات الطبيعه العامه، ولن بخصوص السؤال المرتبط بالاضرار ديال او الحصيله. نبداو بالحصيله. هناك تغير طفيف في الحصيله ديال الوفيات. احنا اليوم في 2960 شهيد، نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم في واسع رحمته. العمل في الميدان مازال كاين، لكن يجب أن نستحضر واحد المعطى أساسي في المنطقة الحمد لله هي منطقة اللي الساكنة كتعرف بعضياتها، فمني كتكون شي حالة ديال اختفاء ولا كذا يتم التبليغ ويتم. فهاد العامل هذا كان عامل مهم جدا، وكان سهل من المأمورية ديال فرق الإنقاذ. على مستوى العملية الإحصاء والمنازل المتضررة والتي انهارت هي مستمرة، وهناك تنسيق ما بين مختلف المتدخلين، سلطات عمومية منتخبين إلى يعني مصالح ديال وزارة السكنة، وأيضا وزارة التجهيز اللي كتقوم بالإزالة ديال كل الأنقاض، وغتبدا طبعا في إزالة هذه الأنقاض. كيف ما قلت نتمنوا ان شاء الله يعني قبل ما تم اكتوبر اننا نكونوا انتهينا من هذه العمليه. وطبعا الصرف ديال ذاك 2500 درهم شهريا حتى هي فور التوصل بهذه اللوائح. الحكومه يعني جاهزه، الميكانيزم حطاته مع لا سي دي جي، الاتفاقيه توقعات مع وزاره الماليه، دونك كل هالامكانيات اللوجستيكيه والاليات اللي كتسمح بتيسير وتسهيل هذه العمليه فتم يعني وضعها. فقط غير نكملوا من هذا، نتوصلوا باللوائح الاولى ونبداو في هذه العمليه هذه. بعض الاسئله طرحت حول المهام ديال الوكاله. طبعا الوكاله عندها مهام. اليوم الحكومه صدقت على مشروع المرسوم. لماذا مرسوم بقانون؟ للسرعه، باش نخرجوا هذه الوكاله بسرعه. اليوم الاربعاء تمت المصادقه على المرسوم بقانون. بدايه الاسبوع المقبل سوف يتم عرض هذا المرسوم بقانون امام اللجنتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين لكي نمر الى السرعه القصوى في اخراج هذه الوكاله. لكن هل الحكومه سوف تنتظر الى حين اخراج هذه الوكاله عاد تبدا تشتغل؟ لا، الحكومه تشتغل منذ الساعات الاولى، منذ ان اعطى جلاله الملك التوجيهات ديالو اللجنه البين-وزاريه اللي بدات كتوجد في هذه البرامج المستعجله واللي تكلم عليها السيد وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، باش توجد هذه يعني الصفقات العموميه وهذه المدارس اللي غتعاود تبنى والطرق والمشاريع اللي غتعمل في مجال الفلاحه والري والسقي وايضا في السكنه. اذا كل هذا العمل هذا مستمر الى حين خروج هذه الوكاله هذه باش تسلم هذه الملفات هذا كلها في شموليتها وتبدا في الانجاز. المهام ديالها هي الانجاز مجموعه مكونات المشاريع والبرامج. المشاريع ديال
إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل هذه المناطق المتضررة، إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ديال هذه المناطق كلها المستهدفة كيف ما أرادها جلالة الملك، تحقيق الالتقائية، لأنه لماذا الوكالة؟ لكي نحقق باش مول الطريق يتلاقى مع مول التعليم ومول التعليم يتلاقى مع مول الفلاحة باش نحققوا واحد الالتقائية ترابية اللي تعطي النتائج ديالها. طبعا كاين امور تقنيه، النفقات، الاداء، النسب ديالو، المتابعه ديالو، هذه كلها من المهمات، لكن المهمه الاساسيه هي ان الوكاله هي التي سوف تشرف على تنزيل هذا البرنامج في هذه الاقاليم الست المتضرره من جراء الزلزال. غادي يجي وقت باش نقدموا معطيات اكثر. دابا الكلفه الان محدده 120 مليار محدده، المشاريع اللي تعمل بشكل مستعجل وسريع باش نردوا الحياه بشكل سريع محدده، المشاريع اللي غادي ترفع من الجاذبيه ديال المنطقه وتساهم في انها تولي منطقه اللي عندها واحد التنميه ترابيه كيف ما جاء في البلاغ ديال الديوان الملكي نموذجيه. هذا عمل اللي غادي يستمر خلال هذه الخمس سنوات المقبله. العمل ديال الحكومه فيما يخص التكليف ديال جلاله الملك، اللجنه التي ستشرف على المدونه غادي يجي بعد الانتهاء من هذا العمل كله. عمل الحكومه سوف ياتي بعد الانتهاء. الان دابا الحكومه هي الان وزير العدل مع الرئيسين ديال السلطه القضائيه والنيابيه عندهم مهام كبير جدا باشراف من السيد رئيس الحكومه، فيه الاستماع، فيه الانصات، فيه الاعداد. منين غتكمل هذه العمليه من بعد عاد غيجي الدور ديال الحكومه عبر اعداد هذاك المشروع القانون في افق عرضه للمصادقه امام البرلمان. دونك حنا الان الحكومه الان هي يعني هذا الموضوع يبقى في يد هذه اللجنه التي سوف تقوم باعداده. فرصه وغيرها من الالتزامات الوارده في البرنامج الحكومي وغيرها من الالتزامات الوارده في مختلف المحطات اللي عبرت عليها الحكومه، بما فيها النظام الاساسي الموحد اللي تكلم عليه السيد الوزير واللي اليوم تيتحقق واللي هو واحد من المداخل ديال الاصلاح المنظومه التعليميه في بلادنا. هذه كلها ملفات اللي يستمر فيها العمل بشكل تلقائي وطبيعي وعادي جدا. فرصه، اوراش، الاستثمار، الصحه، التعليم، هذه كلها ملفات فتحتها الحكومه بشكل ارادي بناء على التزامات وارده في البرنامج الحكومي، بناء على حاجه لاصلاح هذه الوضعيه الاجتماعيه، بالاضافه الى مجموعه من المشاريع التي تشرف عليها الحكومه. هذه سوف تستمر. علاش؟ لان هذه داخله في اصلاح ما هو استراتيجي، اصلاح قطاعات استراتيجيه. النظام الاساسي اليوم اللي تكلم عليه السيد الوزير اخر نسخه تعود الى سنه 2002. اليوم حنا في 2000 على مشارف 2024، 22 سنه لم يتغير النظام. كيف ما قال السيد الوزير، نظام لم يمس المكتسبات، بالعكس فتح افاق جديده وعالج مشكلات اللي طال الزمان ويعني وكثيرا ما طرحتموها داخل هذه القاعه، من قبيل التعاقد، من قبيل كذا، وحتى ان البعض في واحد الوقت شكك واش الحكومه غادي تقدر تخرج هذا النظام هذا وتعالج هذه المشكلات اللي هي مشكلات يعني مشكلات حقيقيه. فمره اخرى اريد ان اؤكد بانه المجال الاشتغال الحكومي اللي مرتبط بالعمر الحكومي هذاك غادي ما فيهش تاخر وما غاديش يكون فيه تاخر. اليوم هناك بعض المستجدات التي تعالجها الحكومه فيها هذا الموضوع هذا ديال الزلزال. صاحب الجلاله عطى توجيهاته، كاين حساب مرصد لهذا الموضوع، تعبأت له الموارد الماليه ديالو. المغاربه الله يكثر خيرهم تيساهموا، يعني التعاون الدولي ايضا. تحددت الوكاله اللي غتعمل وتنجز البرنامج تحدد، الاضرار تحددت في الواقع. اذا هذا واحد المسارات اللي كتشتغل عليهم الحكومه بمستوى عالي جدا من الحكامه، اللي الغايه والهدف هو انه نواجهوا هذه الامور الطارئه اللي كتحدث للاسف، بما فيها التضخم اللي هذه سنتين الحكومه تواجهه، بما فيها يعني ضعف التساقطات المطاريه اللي كتواجه الحكومه وكتعمل له طرود ضلو من اسفي حتى من سبو حتى الابير قراق. هذه كلها ملفات لم تكن يتوقعها احد ولم يكن احد ينتظرها، لكن الحكومه كانت عندها الجرأه باش تلقى لها الهوامش وباش تنجزها في اجال محدوده وباش تعمل اصلاحات دون ان تتلكأ بان راه الوضعيه ديال الزلزال ولا ديال التساقطات ولا ديال التضخم راه غادي ناجلوا شي حاجه. لم تؤجل الحكومه اي ملفات من الملفات المستعجله بما فيها ديال الصحه والتعليم والشغل والاستثمار وملفات اخرى، وعالجنا وضعيات مختلفه، التعليم العالي، التقنيين، الممرضين، الاطباء. هذه كلها ملفات اللي تفتحت واللي مشى فيها الاصلاح بشكل كيف ما قلت، لان هذا
إصلاح يرتبط بعمر الحكومة، وفي بعض الأحيان يتجاوز حتى عمر الحكومة. مطالبة الحكومات المقبلة أنها تستمر في هذا النهج. فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.